أهلا بيكم. في الفيديو ده هنتعلم إزاي نعمل عجينة الورق، أحسن عجينة على الإطلاق لعمل المجسمات الفنية. هنعملها بطريقة احترافية جدا، خدوها مني ثقة، دي أحسن طريقة، ما تدوروش وراها. بنعمل بيها أعمال فنية زي الصور اللي قدامكم دي. يلا نشوف هنعملها إزاي. أول حاجة هنجيب وعاء، إناء أو حلة زي ما بتسموه، يعني أي حاجة، وهنحط فيها مية. المية دي سخنة بالمناسبة. بعد كده هنجيب الرول بتاع المناديل. نستخدم الرول بتاع المناديل العادية مش هتعمل معانا النتيجة دي. بعد كده هنحط فيه المية، هنفرده بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، ما نخلوش مكلكع يعني. وهنغطسه في المية ونسيبه كده لمدة دقيقتين 3. بعد كده هرجع تاني أقطعه لقطع أصغر يعني شوية، وهسيبه كمان دقيقتين 3. طبعا المية بتفكك المناديل دي خالص. بعد كده هستخدم مصفى زيتي عشان أقدر أطلعه. وركزوا معايا في الحتة دي. هجمع القطع على بعضها، وبعدين هبدأ أصفي المية. تصفية المية دي عملية تقديرية، أنا بصفيها من أغلب المية اللي فيها بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه كده. هتلاقوها ما زالت طرية لكن ما بتسقطش مية، فدي حاجة هتبقى تقديرية كده، هتعرفوها بالنظر. هكمل باقي الكمية بنفس الطريقة عشان يبقى عندي الثلاث قطع دول. وزي ما انتوا شايفين مع الضغط عليهم عشان نعصرهم تكتلوا على بعض، فعشان كده هفتتهم بإيدي القطع أصغر عشان بعد كده يبقى سهل خلطهم مع باقي المكونات. بعد كده هستخدم المكونات اللي جاية دي كلها، غير الخشب أي غير أبيض. كمان هستخدم النشا، أي نوع نشا، وكمان هستخدم الدقيق أو الطحين، أي نوع برضو موجود عندكم. هستخدم كمان الميزان بتاع الجرامات عشان نحسب الكميات المطلوبة. وما تقلقوش لو ما عندكمش الميزان، هعرفكم دلوقتي ازاي تحسبوها بالكوبايات اللي موجودة في كل بيت. هستخدم 150 جرام من الغراء الأبيض، 150 جرام من الغراء الأبيض. زي ما انتم شايفين حجمهم في الكوباية أكبر من النص بحاجة بسيطة خالص. أما بالنسبة للنشا فده 100 جرام من النشا، 100 جرام من النشا. على الحدود بتاعة الودن بتاعة الكوباية. أما الدقيق برضو 100 جرام، هيكون أقل شوية على الحدود بتاعة الودن بس من تحت. طبعا لو الكمية زادت معاكم 10 جرام حاجة زي كده مش هتبقى مشكلة يعني. أول حاجة هحط الغرة لوحدها بس على المناديل. هحط الكمية كلها. طبعا ممكن نعجن ده بإيدينا، بس يفضل لو فيه المضرب بتاع البيض بالريش بتاعة البيض دي. هتبقى أفضل في إن هي تخلط وتفتت كمان الكتل بتاعة المناديل. أخلطها كويس كده لوحدها مع بعض. بعد كده هضيف الدقيق، وزي أي عجينة بنضيف شوية بشوية ونخلطهم يكون أحسن. هكمل كمية الدقيق كلها، عاوزكم تعملوها بنفس الترتيب ده. بعد كده هنضيف كمية النشا ونضربهم ضرب كويس لحد ما يختلطوا ببعض. بعدين هستخدم أي نوع من الزيت، أي زيت موجود عندكم في البيت. هاخد منه 3 أو 4 معالق كبيرة. وكمان هنستخدم بقى المكون ده مهم جدا، معجون الشروخ. النوع ده GLC موجود في مصر. البرطمان ده ب90 جنيه، هيكفي معانا 6 مرات من العجينة. أنا جبته لكم من كل الزوايا أهو. أي نوع زي دول هينفع، موجودين طبعا عند المحلات اللي بتبيع الدهانات والبويات. هناخد منه 6 معالق كبيرة، معالق مليانة زي ما انتم شايفين كده. وكمان هنحط معلقتين من الخل، أي نوع موجود عندكم في البيت. الخل هيساعد في إن العجينة دي ما تعفنش بسرعة. بعدين هعجن كل ده مع بعضه بالريش بتاعة العجان بقى. هخلطهم مع بعض كويس جدا. وبعدين بإيدي كده هبدأ إن أنا أجمع المكونات دي على بعضها، هنلاقيها لازجة وكويسة. برضه زي أي عجينة، لو لقيناها ناشفة شوية هنحط نقطتين بس كده من الغير الأبيض أو الزيت. ولو لقيناها طرية شوية هنحط نشا أو دقيق. لكن إن شاء الله هتظبط معاكم. ده كان قوامها في الآخر. عشان نحفظ العجينة دي هنحطها في أي كيس ونفضي منه الهواء ونحطها في التلاجة. الكمية دي بتعمل نص كيلو من العجينة، وهنستخدمها في الفيديوهات الجاية. هنعمل أعمال فنية مبهرة جدا مع بعض إن شاء الله، وسهل خالص. فما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة عشان تشوفوا الأعمال الفنية اللي هنعملها بالعجينة دي. واسيبكم مع صور الأعمال الفنية عملتها بنفس العجينة دي على مدار ال5 سنين اللي فاتت. سلام.